السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم كلكم يا رب. يلا بقى نعمل فطار مع بعض النهارده. انا امبارح ما نزلتش فيديوهات، فجالي رسائل على الخاص بيسألوا ليه النهارده ما نزلتيش فيديوهات وكده. فمعلش امبارح يعني ما نزلتش فيديوهات. النهارده بقى نعمل فطار مع بعض اهوت. اول حاجة حطينا المية تغلي اهيت عشان نعمل فيها بطة. هنحط دلوقتي البطة فيها. هنحط البطة اهو اهيت. ونحط عليها بصلاية. حطي بقى البهارات بتاعتي، معلقة كمون، معلقة فلفل اسود، ومعلقة كمان ورق لوري اللي هو ده، او ورق الغار زي ما بتسموه يعني، وقرفة. ونحط بقى الملح زي ما احنا متعودين ان احنا بنحط الملح في الاول اهوت عادي اهوت، نص معلقة ملح اهو. نحط الملح عادي في الاول ما بيغيبش السوا ولا اي حاجة. ونحط بقى معلقة طماطم كده، انا عاملة طماطم عشان اطبخ النهارده بيها اهوت. نحط معلقة بس كده، كفاية قوي بس كده. هنيجي بقى نعمل ايه كمان؟ نيجي بقى على العين التانية. البطة بقى هنسيبها تستوي مع نفسها شوية. هنيجي بقى على العين التانية، نحط الحلة كده ونحط حبة زيت أو سمنة زي ما بتفضلوا يعني. عايزين نطبخ بقى مع بعض النهاردة شوية كوسة. بس الكوسة عندي يعني مش هكتر لأن ولادي ما بياكلوهاش، أنا بس اللي باكلها. ولادي ما بيحبوش الكوسة، أنا بس اللي باكلها، فعشان كده ما بكترش في طبخها يعني. يعني أنا جايبة نص كيلو بس اهو. هنحمر البصل مع بعض اهو. نكون مقشرين بقى فصين ثوم معانا، ما تكتروش الثوم او مجرد دي حاجه ترجع لك، دي اذواق، بس عشان يعني القولون وكده فالثوم يعني بيتعب القولون، فانا ما بحبش اكترهم، فصين اتنين بس. وتدقيهم مع شويه فلفل. بس هنحمر بقى البصل اهو يتحمر معانا. يا جماعه اللي نزلوا الاسواق النهارده وشافوا الاسعار، في حاجه انا سمعتها امبارح وقريتها على الفيسبوك، فمش عارفه هي صح ولا لا. بيقولوا ان الباميه سعرها وصل 200 جنيه. يعني واحده بتقول انا نزلت السوق وسالت على الباميه لقيتها 200 جنيه. فالكلام ده صح ولا ايه؟ فاللي نزلت كده النهارده السوق تقول لنا السعر ده صح ولا غلط. يعني لو 200 جنيه ده حاجه صعبه قوي 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 قوي، محدش جايبها خالص. فاللي نزلت بقى النهارده تسيب لي كومنت كده وتقول لي هي لقت الاسعار عامله ايه النهارده وكان الكلام ده صح ولا غلط. اهو حطينا معلقه تومه اهيت، بس اول ما تشم ريحتها كده خلاص. نيجي بقى الطماطم. تعالى الطماطم كده نعملها اهو. نحط لها شويه ملح، شويه ملح، وتغطي عليها بقى تسيبها تتسبك شويه على ما انا ايه اكون قشرت الكوسه ديت. اكون قشرتها وخرطتها كده دواير كده، ومش رفيعه ومش تخينه يعني في الوسط، واكون رجعت واغسلها واظبطها واكون رجعت لكم تاني. ادي الطماطم لسه اتسبكت معانا كده. انا قشرت الكوسه وغسلتها وخرطتها اهوت. نحطها بقى كده في الصلصه ونقلب كده. في ناس بتحب تدخلها الفرن، بتبقى جميلة قوي 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 لو دخلت الفرن بصراحة. تعملها في صينية يعني زي ما انا عملت كده، تعملها في صينية ده من غير لحمة مفرومة طبعا، بتكلم في دي الكوسة العادية. وتحطيها في صينية برضو وتدخليها الفرن، بتبقى جميلة قوي 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 قوي. بس انا النهارده مش هدخلها الفرن، هطبخها عادي كده يعني. ضفت بقى حبة فلفل اهوت، فلفل اسود، وقلبتها. ما تزوديش مية كتير للكوسة في الاول عشان الكوسة بتنزل مية.
الكوسة أصلا كلها مية، يعني بتنزل مية، يعني شوية هتلاقيها نزلت مية. لما تحتاج تزيديها بس إيه، حبة بحبة صغيرين، عشان هي بتنزل مية أصلا. حبة صغيرين خالص تزيديها كل شوية تكشفي عليها عشان ما تحرقش منك. تعوز مية تحط لها حبة صغيرين بس كده. أنا كده حطيت لها الملح والكمون والفلفل الأسود اهوت، واسيبها بقى تستوى. أنا وطيت النار عليها خالص. الملح احنا حاطينه في الأول مع الطماطم. هنسيبها بقى على النار الهادية كده تستوى بقى براحتها خالص 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 خالص. تاخد لها بقى تلت ساعة كده ولا حاجة، وكل ما تعوز مية زيدها شوية. وطبعا ولعنا على البط الجهة التانية، ما عادش الا الرز بس. والأبابير بتاعتنا احنا بنعملها كل يوم. اللي عايز يعرف وصفة الأبابير طبعا بيرجع هي في فيديو على القناة موجود للأبابير بتاعتنا، اللي يحب يشوفها. أنا في فيديو يعني من الأول للآخر موجود. بس كده. فاللي وصل معايا لحد دلوقتي ما ينساش يعمل إعجاب واشتراك بالقناة. وهنرجع لبعض تاني وبوريكم الكوسة وهي استوت والبط اللي استوى معانا. كده البطة استوت معانا اهيت، وطلعتها اهيت من الشوربة اهيت. الشوربة بتاعتها، شفت الشوربة بتاعتها سمينة قوي ازاي. ده بقى للمحشي تبقى خطيرة 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 للمحشي. بس انا ما عملتش محشي النهاردة. شوف شوربتها جميلة قوي اهي، بس صعبة تقيلة على على البطن جدا جدا جدا. هتشرب منها شوية، صعبة. ده حلوة بقى للمحشي، للملوخية، للحاجات دي. يعني ممكن تعينها في التلاجة لو مش هتشربي منها، تعملي منها ملوخية، تسيبيها المحشي تبقى تحفة. وده هو البط معانا اهوت، بسم الله ما شاء الله. شوفي حجمها عامل ازاي اهيت. كده استوى معانا. تعرفي ان هو استوى ازاي؟ لما تجيبي المعلقة كده وتدخل تعمليها كده، تدخل معاكي بسهولة كده اهي. يبقى كده استوت. هنسيبها بقى تبرد وبعدين نحمرها تاني. الكوسة بتاعتنا بعد ما استوت اهيت اهي. نضيف بقى الخضار. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اعجاب وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. اهو بتاعتنا اهي. شوفوا الفطار بتاعنا. بطاطس محمرة وشوربة، بطاطس، سلطة، ودي بطاطس، ودي الكوسة، ودي بتنجان مشوي، ودي زيتون مخلل. وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب.